دلوقتي انا هحطها على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز عادي من فوق، وبعد شويه واغطيها بورق فويل ولا حاجه. وبعد كده بعد ما بتستوي معايا ما بتاخدش سوا كتير، لان احنا مخرطين البطاطس شرايح رفيعه جدا جدا، وجزر شرايح رفيعه، فالحاجه دي مش هتاخد معانا وقت. وبعد كده باذن الله هندخلها تحت الشوايه تاخد وش التحمير بتاعها، وبالف هنا وشفا باذن الله. ادي كده كانت وصفتي النهارده معاكم، يا رب تعجبكم. وصفه جميله وسهله ولذيذه، مفيش صراحه فيها اي صعوبه خالص. باذن الله تجربوها وتعجبكم بالتكات والحركات اللي احنا عملناها دي. ما تنسوش بقى سبسكرايب للقناه، لسه بيشوف قناه سلوى في المطبخ، مع لايك مع تفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. واشكر كل متابعيني طبعا، وكل حبايبي واصدقائي واخواتي اللي دايما متابعين قناتي قناه سلوى في المطبخ. والف شكر. لسه طبعا منضم لسه جديد معايا ولسه اول مره بيشوفني، بس يا ريت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بالف خير باذن الله. النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا جدا جباره، صينيه بطاطس بالسمك البوري بحشوه جميله جدا جدا، بشرايح الطماطم مع الجزر مع الفلفل. صراحه خلطه جباره جدا مع حشو سمك زي ما انتم شايفين. انا طبعا لسه هسويها. يا ريت تتابعوني لحد نهايه الفيديو باذن الله عشان تشوفوا احنا عملناها ازاي، وايه التكات والحركات اللي هتميزك ان شاء الله في صينيه السمك بالبطاطس. روعه، حاجه وهم من الاخر باذن الله. بس تابعوني ان شاء الله، ما تنسوش اللايك، سبسكرايب للقناه، كومنت حلو زيكم، بس تابعوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا وسهله ولذيذه ومغذيه برده. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه سمك بوري بالبطاطس، وبرده بالفلفل والجزر والطماطم. خليكم بس معايا نهايه الفيديو ان شاء الله عشان هتشوفوا حاجه حلوه باذن الله هتعجبكم. هنستعرض مع بعض دلوقتي المكونات. هو السمك البوري، هو ده السمك البوري اللي هو السمك الفسيخ اللي احنا بنجيبه وبنخليه بيبقى فسيخ. انا جبت سمك بوري هو كيلو، غسلاه ومنضفاه كويس جدا. ومعايا البطاطس اهيت، انا حاطه شويه ميه عليها وشويه ملح عشان ما تسمرش بس معايا اول ما اجي استخدمها في الوصفه. وطماطم شرايح اهي زي ما انتم شايفين، وجزر مبشور شرايح اهوت، وفلفل رومي متخرط قطع صغيره، وجزر مبشور برده عشان الخلطه اللي احنا هنعملها للسمك، وطماطم متخرطه برده قطع صغيره، وفلفل حامي اهوت اللي انتوا عايزينه حامي، وبصل مبشور انا مصفياه من الميه بتاعته، وبشر ليمون، وثوم مفروم، وثوم شرايح برده زي ما انتم شايفين اهوت. ودي ليمونه، الليمونه ديت انا بشرتها وخدت اهيت بشرتها من بره، وهستخدمها برده في الوصفه معايا. تمام كده. بصوا حبايبي دلوقتي هنعمل الحشوه اللي احنا هنحشي بيها السمك بتاعنا. هناخد البصل المبشور المتصفي من الميه بتاعته، تمام كده اهي. وهناخد مكعبات الطماطم. على فكره انا واخده الطماطم من غير القلب بتاعها، من غير قلب الطماطم. وبرده شويه من الفلفل الحامي اهوت، اللي مش عايزه حامي مش مهم يستغنى عنه. وبشر الليمون، تمام كده. وبرده الثوم المفروم معايا، والجزر المبشور، وشويه من الفلفل الرومي، شويه صغيرين مش يعني. تمام كده. وديت ملح على كمون، ملح على كمون، هاخد منه شويه. ايوه هنقلب كل الخلطه مع بعض كده، هندمجها كويس جدا مع بعض. هي ديت هتبقى حشوه جميله جدا مميزه، هتميزك ان شاء الله عن اي واحده بتعمل صينيه سمك بوري بالبطاطس. ان شاء الله هتجربوا الوصفه دي باذن الله، هتعجبكم جدا جدا. انتوا عارفين ان انا بجيب لكم الوصفات كويسه ومغذيه برضو، على قد ما اقدر يعني بحاول ان انا اجيب لكم حاجات مش مكلفه. تمام كده اهي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا نحشي بها السمك، ماشي كده تمام. بصوا يا بنات، دلوقتي بعد ما قلبنا الخلطه بتاعتنا الحشوه بتاعت السمك بتاعتنا، هنحط نص ليمونه، عصره ليمونه بسيطه كده مش ياما. تمام. هنشيل بس البذر ده. تمام. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا فلفل اسود، شويه كركم، كمون، شويه بهارات، رشه زنجبيل. تمام كده. وشويه ملح بسيطه، شويه ملح بسيط لان انا حطيت ملح على كمون اللي انا قايله لكم عليها في الاول، وشويه ملح بسيط عشان ما يطلعش حادق منكم. هنقلب الخلطه كويس اهوت. تمام كده. ريحتها جميله جدا جدا والله اهي. دلوقتي بقى هنعمل ايه في السمك؟
المفروض ان احنا هنجيب شويه ملح في السمكه لوحدها كده ومن فوق الوش رشه ملح خفيفه في قلب السمكه، بحيث ان احنا نتبل السمكه برضو بتاعتنا ما تبقاش عدبه. ما بنعتمدش برضو على الحشوه اللي هي هتحدق السمك، لان السمك البوري ده بيبقى اصلا فيه نسبه بيبقى عادب جدا جدا. وهنرش برضو رشه كمون. تمام. وهناخد رشه كمون من اللي احنا عاملينه هنا، رشه كمون، يبقى كمون على ملح تبلنا بيه السمكه بتاعتنا اهي. تمام كده. هنبدا بقى ايه، ندعك بس كده حاجه بسيطه عشان كله يتشرب معانا اهوت اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، كله من بره ومن جوه. يبقى احنا كده تبلنا السمك. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي السمكيه بقى اهي بالحشوه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض اهي زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش اي صعوبه اهي، يعني ان شاء الله سهله جدا جدا. هنبدا نحشي كل الكميه اللي معانا دلوقتي. بعد ما حشينا اهوت السمك بتاعنا بالحشوه الجميله الجباره الصراحه اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض، بجيب الصينيه بتاعتي اهيت وهبدا احط فيها شويه زيت عشان اجهز الخلطه بقى. تمام كده اهي شويه زيت، اقلبها شمال ويمين كده عشان السمك بتاعي ما يلزقش معايا. تمام. وادي البطاطس اهي. هنحط على البطاطس دي ايه بقى، هنحط الجزر المبشور، هنحط الجزر المبشور بتاعنا، هنحط الفلفل اهوت، فلفل الرومي، هنحط الفلفل الحامي، هنحط الثوم المبشور، وهناخد نص الليمونه دلوقتي. بصوا انا مش هحط طماطم دلوقتي علشان ما اجي اقلب هتتهرى مني، فانا هحط ايه الحاجات دي كلها وبعدين احط الطماطم في الاخر كده. هنتبل بقى شويه كده الملح، وهناخد بقيه التوابل اللي عندنا كلها ننزل بيها، الكركم، الفلفل الاسود، الزنجبيل، البهارات، الكمون. تمام كده. هنجيب المعلقه اللي احنا كنا بنقلب بيها اهيت، هنقلب كله، هقلبها كويس انا بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، بعد ما قلبنا كل المكونات على البطاطس اهيت نزلت برده بالطماطم معايا، وهحط ايه عصره الليمون اهيت، نص ليمونه مش كتير ما تكتروش. تمام كده. هنقلب بس الليمونه اللي احنا حطيناها دي مع بعض كده حاجه بسيطه. ريحتها جميله جدا جدا والله، لما تجربوها ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها باذن الله اهي. تمام. وادي الصينيه بتاعتنا حطينا فيها الزيت اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي هننزل بقى بكل الخليط ده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بكل الخليط ده كده بس. تمام قوي. هنفرد بقى كل المكونات دي كده. عايزين تخرطوا شرايح بصل، اعملوا بصل جوانح كده، اعملوا براحتكم، لكن انا عن نفسي انا ما بنحبش فيها البصل، انا بكتفي بالبصل المبشور اللي بحطه في الخلطه بتاعتي. تمام. بخلي بس الطماطم كده فوق الوش علشان ما تتلسعش بسرعه معايا من تحت. وعلى فكره السمك البوري ده ما بياخدش سوا كتير. تمام كده اهوت، فردناه كويس قوي اهو. هننزل بسم الله الرحمن الرحيم بالسمك بقى بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شفتوا بقى مفيش اسهل من كده، حاجه كده وهم من الاخر بصراحه اهيت. ده البطروخ اللي كان في السمك انا بحطه كده اهو زي ما انتم شايفين اهو حبايبي، مفيش احسن من كده بصراحه. دلوقتي انا هحطها على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز عادي من فوق، وبعد شويه واغطيها بورق فويل ولا حاجه. وبعد كده بعد ما بتستوي معايا ما بتاخدش سوا كتير، لان احنا مخرطين البطاطس شرايح رفيعه جدا جدا وجزر شرايح رفيعه، فالحاجه دي مش هتاخد معانا وقت. وبعد كده باذن الله هندخلها تحت الشوايه تاخد وش التحمير بتاعها، وبالف هنا وشايفه باذن الله. ادي كده كانت وصفتي النهارده معاكم، يا رب تعجبكم. وصفه جميله وسهله ولذيذه، مفيش صراحه فيها اي صعوبه خالص، باذن الله تجربوها وتعجبكم بالتكات والحركات اللي احنا عملناها دي. ما تنسوش بقى سبسكرايب للقناه، لسه بيشوف قناه سلوى في المطبخ، مع لايك مع تفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. واشكر كل متابعيني طبعا، وكل حبايبي واصدقائي واخواتي اللي دايما متابعين قناتي قناه سلوى في المطبخ. والف شكر. لسه طبعا منضم لسه جديد معايا ولسه اول مره بيشوفني، بس يا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو باذن الله، مع شير مع كومنت حلو طبعا منكم زي ما عودتوني. واقول لكم كده هبدا انا بقى اسويها مع نفسي كده، بس مش عايزه اطول معاكم الفيديو اكتر من كده.
ويا رب تكون ضيفه خفيفه حبايبي، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.